السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى محمود من قناة كروشيه منى. ان شاء الله اشتغل معاكم النهاردة فيديو كوفية غرزة حلوة قوي هنشتغلها مع بعض للمبتدئين. شايفين الغرزة شكلها عامل ازاي؟ جميلة جدا. الكوفية دي عملتها 200 وربع، طولها 200 وربع. تمام. هشتغلها بخيط كرمة، هستخدم فيها ابرة مقاس 4. بعد كده هبربزها باللون الرمادي الغامق ده. مش هعملها شراشيب ولا اعملها اي حاجه، هسيبها كده من غير اي حاجه خالص. بتمنى طبعا شغل يعجبكم تشتركوا في القناه. يا ريت حتى اي واحده داخله في قناتي اول مره تدخل القناه اشتركي فيها وفعلي الجرس. يلا بينا نبدا على بركه الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا بكم يا حبايبي على قناه كروشيه منى، ومعاكم منى محمود. باذن الله هشتغل معاكم النهارده كوفيه سهله قوي، غرزتها بسيطه جدا، سهله للمبتدئين. هنشتغلها على طول، مش هتاخد منك وقت. هستخدم فيها خيط بولو، الفتله دي رفيعه وحلوه قوي. بولو استخدم مقاس 3.5، ابره مقاس 3.5. انا هشتغل بابره مقاس 4 عشان الطاقيه ما تبقاش قافشه معايا كده ومشدوده. تمام. الغرزه دي مضاعفات رقم 3 او 6، يعني كل ما تعملي 6 غرز تكوني فستونه. يعني هنشتغل مع بعض ونفترض مثلا 36 غرزة، 36 غرزة. هنبدأ ب36 غرزة. هعمل عقدة البداية، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، ده عرض الكوفية بتاعنا. بدأت ب36 غرزة. هلف القطع، هاخد كمان غرزة واحدة بس. هلف القطعة الإبرة واجي هنا في الغرزة، هسيب طبعا هنا 3 سلاسل على اساس دول اول عمود، وادخل هنا هشتغل على كل السلاسل دي غرز عمود بلف. الغرزة بتاعتنا دي لازم الاساس بتاعها يكون غرز عمود بلفة. نشتغل اول سطر مع بعض غرز عمود بلفة على كل سلسلة. شايفين كل سلسلة اهي غرزة من دي هدخل فيها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة. تلف الخيط على الابرة وتدخلي هنا في الغرزة، تسحبي الخيط معاكي ال3 لفات، تطلعي من اول غرزتين بعدين تطلعي من اخر غرزتين. تلف الخيط على الابرة، تكرري تاني، تدخلي هنا تسحبي الخيط 3 لفات، تطلعي من 2 وبعدين من 2. خلاص اكمل بنفس الطريقة. ده شكل اول دور معانا. وصلت انا كده لنهاية السطر. ده عرض الكوفية بتاعتنا. هشتغل اخر غرزة اهي، هدخل كده جوه في الغرزة واسحب الخيط واشتغل اخر عمود بلف. بعد كده كل ارتفاعاتي في الكوفية دي هتبقى 2 سلسلة بس، 1 2، مش هعمل 3. ولف كده القطعة. هشتغل كل 6 اعمدة شكل، يعني هدخل هنا في اول عمود، احنا كده ارتفعنا باول عمود، هدخل هنا في العمود اللي بعده تحت العمود هشتغل غرزة عمود امامي 1، والعمود اللي بعده 2، 3، 4، 5، 6. تمام. يبقى هنا اول 6 اعمدة اشتغلتهم عمود امامي. ال6 اللي بعدهم هيبقى عمود خلفي. ادخل كده من تحت العمود واشتغل عمود. ازاي؟ احنا كنا اشتغلنا ده هنا كده، لا انا هدخل هنا من ورا واخلي الابره هي اللي فوق العمود واسحب واشتغل ال6 اعمده كده، 2، 3، 4،
5 6. يبقى 6 امامي و6 خلفي، وارجع اكرر تاني اشتغل 6 امامي، 1 امامي يعني الابرة بتبقى تحت العمود، 2 3 4 5 6. شايفين الشكل؟ هيبقى 6 امامي 6 خلفي، 6 امامي 6 خلفي لغاية ما اخلص اخر السطر. وده الدور التاني، ده السطر التاني. هشتغل كده خلفي 6 دول خلفي، 2 3 4 5 6. شايفين الشكل؟ هكمل. طبعا ما تنسيش اخر غرزة بتاعتنا دي هتدخلي فيها ازاي. يعني انت لو نهيتي السطر بتاعك بعمود خلفي هتاخدي اخر غرزة عمود خلفي، لو نهيتي السطر بتاعك بعمود امامي هتنهيها بعمود امامي. هعملها ازاي؟ هدخل هنا كده من تحت كده، شايفين؟ واسحب الخيط اهو واعتبرها عمود خلفي. شايفين؟ شايفين بقى شكلها؟ كل 6 غرز شكل بعض. هرتفع برضو 2 سلسلة زي ما قلت لكم. خلاص، والف كده الكوفية وهاجي هنا. دول كلهم امامي صح؟ لا، انا هشتغلهم كلهم خلفي. هعكس على الدور، يعني لو الدور ال6 دول امامي هشتغل عليهم خلفي اهو. يبقى دول ال6 دول كلهم هيبقوا خلفي. هاجي بقى الخلفي، دول خلفي هشتغل عليهم امامي. يبقى انا بشتغل على عكس الغرزة، كل دور بطلع عليه بشتغل عكس الغرزة. دول كده كلهم امامي. طبعا شكلها ده مش هيوضح غير لما تخلص او تقربي كده في جزء كبير منها. هنيجي هنا نلاقي دول امامي، شايفين شكلهم امامي. هدخل كده من ورا من الخلف واشتغل غرز عمود خلفي. هكمل ال6 كلهم عمود خلفي. واضحة كده؟ واللي بتتلخبط في الغرزة الخلفية دي هتلف الخيط كده على الابرة، العمود اهو قدامها، هتقوم جاية من ورا كده وداخلة وتسحب وتشتغل العمود الخلفي بتاعها عادي. طيب خلصنا كده العمود الخلفي. هيقابلنا اللي قبله كان خلفي هنشتغل عليه امامي. خلاص كده. كل ما بتطلعي دور بترتفعي ب2 سلسلة وتشتغلي عكس الغرزة. اللي تلاقيها امامي يشتغلي عليها خلفي، واللي تلاقيها خلفي يشتغلي عليها امامي، وتخلصي السطر وترتفعي ب2 سلسلة وتكملي وهكذا لغاية ما ترتفعي بطول الكوفية. الكوفية دي ان شاء الله نشتغلها مع بعض 2.25 متر. تمام. وبعد كده هنبروزها باللون الرمادي الغامق، نعمل لها غرزة نص عمود، نبروزها من 4 اتجاهات. هنشتغل هنا بقى ده الخلفي، ده كان امامي هنشتغل عليه خلفي. طبعا اخر فستونة معانا هتبقى عمود امامي. هدخل هنا اخلص كده العمود الامامي، هيبقى عندي غرز الارتفاع. شايفين غرز الارتفاع ده اهي؟ مش هدخل فيها، لا هشتغلها كأنها عمود. شايفين؟ وارتفع بواحد 2 وارجع الف كده الكوفية بتاعتي وشوف هبدأ بايه. ده كان خلفي، شايفين؟ هشتغل عليه امامي. هدخل هنا كده واشتغل امامي امامي.
خلاص خلصنا كده الامامي. هروح الاقي اللي بعدها كانت غرزة امامي هشتغل عليها خلفي، يبقى انا هشتغل عكس الفصونة اللي انا شغلها قبل كده. كل ما اطلع دور هشتغل عكس الغرزة. خلاص تفضلي بقى تشتغلي في الكوفية دي لغاية ما تخلصي الطول بتاعها. طبعا حاجة ترجع لك، عايزاها مترين، عايزاها 180، مترين وربع. انا برجح المترين وربع علشان اللي هيلبسها ممكن يلفها على رقبته وينزلها تبقى طويلة وشكلها حلو. كل ما تبقى طويلة تبقى كويسة. شايفين؟ هشتغل بعد كده امامي. دي الغرزة بتاعت الكوفية، شايفين شكلها؟ هخلص بقى اطلع بطول الكوفية وارجع له. بس يا ريت اول مرة تدخلي قناتي تشتركي فيها وتفعلي الجرس. كده حبايبي انا ارتفعت بالطول اللي انا عايزاه بتاع الكوفية حوالي مترين وربع. شايفين شكل الغرزة بقى من قرب عامل ازاي؟ شايفين شكلها؟ زي ما قلت لكم الغرزة دي بتبقى حلوة قوي في الخيوط الرفيعة، يعني اي خيط رفيع اشتغلي بالغرزة دي وانت مطمنة. تمام. طيب انا هنا كده خلصت المفروض الطول بتاعها بتاع الطاقية. هبتدي بقى بروزها. انتوا عارفين انا بحب بروز الكوفيات بتاعتي. انا عايزه اشتغلها هنا من الجنب كده، يا اشتغلها غرزة نص عمود او غرزة حشو اي حاجة، يعني اي غرزة الاتنين شغالين. تمام. هاجي هنا هسحب الخيط اهو. دايما اخر غرزة لما تكوني هتبدلي الخيط تسحبيها من اللون التاني. تمام. يعني كده خلاص اهو. هسحب الخيط التاني اللي هو الخيط اللون التاني، اسحبه كده بالراحة كده واقفل عليه بالخيط الفاتح. تمام. خلاص والف الخيط على الابرة وادخل هنا اشتغل غرزة نص عمود. تمام. هنا كده خلاص هقص الخيط ده خلاص انا مش عايزاه. اشتغل السطر كله غرز. هاخد انا الخيط كده تحت الابره كله اهو. كده الكوفيه بتاعتنا انا كده عرضتها شويه. تمام. وادخل هنا كده كده. المفروض انا هبروز الكوفيه دي من الاربع اتجاهات، من هنا ومن هنا. اخلصها ونركب الشراشيب مع بعض. هخلص اللون ده وارجع لكم. لما توصلي عند الزاويه هنا عند الزاويه دي تشتغلي هنا 1 2. تمام. غرزه وبعدين 1 2. ليه؟ علشان تبقى زاويه قايمه. تمام. تكمل هنا بقى غرز النص عمود بتاعتنا عادي في كل غرزة غرزة. شايفين؟ عشان تطلع مظبوطة كده. اكمل بقية السطر.
وصلت هنا لنهاية الدور، هدخل هنا في اخر غرزة واشتغل غرزة نص عمود. تمام، هاجي هنا في الغرزة دي واسحب. تمام، هلف كده، هاجي هنا هعمل عقدة واسحب الخيط كده. خلاص خلصنا الكوفية بتاعتنا. هننضف الخيط بس. ده شكل الكوفية، شايفين الغرزة جميلة ازاي. ايه رأيكم في الكوفية؟ كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى طبعا شغلي يعجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.